السلام عليكم اخواتي وحبايبي محبين الصيد في كل مكان، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. الفيديو ده هقول لك ازاي تختار الدور اللي تقعد عليه. يعني ازاي تختار الدور وتشتغل عليه ازاي، وتشوف الحوشه اللي هتشتغل عليها ازاي، وتسرح فلتك ازاي. زي ما قلت لكم قبل كده، في ملاحظ يا جماعه صغيره في الصيد كده لازم تعملها. ما تشوفش فيديو واحد بيصطاد في اخر الدنيا وتيجي تقول انا هصطاد. ما تشوفنيش انا بصطاد وتقول انا هوريه ماهيت والبتاع وهصطاد. لو ما سمعتش لاخر الفيديو ده مهم، لازم في حاجات كتيره لازم تعرفها عشان تاخد سمك. لو انت عايز تتفرج بقى على السمك، في فيديوهات كتيره فيها سمك، وانا هنزل لك برضو سمك في الفيديو ده، بس هشرح لك فيه شويه في الاول. لو انت مش عايز تسمع شرح، جري الفيديو واتفرج على السمك فبراحتك. هتفضل طول عمرك تتفرج. يعني انت لو ما خدتش بالك من الملاحظ دي، يبقى انت هتفضل عمرك كله تتفرج وبس. مش هتجيب سمك. وهي المتعة كلها ان السمكة تضرب معاك في الصنارة وتمتع وتجيب سمك. ما تقوليش انا طالع غير جو وهقعد على المية شوية والكلام ده كله. ما جبت السمك متستمتعش. فاهم حاجة؟ تطلع تجيب سمك عشان تنبسط كده وترجع متكيف. النهاردة احنا بنشتغل على فرع رشيد، و هوري لك دلوقتي الحوشه ايه في الميه وترمي عليها ازاي. انا وريت لك في فيديو قبل كده، شرحت لك العده اللي انا بشتغل عليها بالظبط. بتشتغل بسن كفته. سن الكفته ده لازم تفتحه سنه، لان شغل الريم يا جماعه غير شغل الطعم. سن الكفته بتفتحه باسنانك سنه، يبقى مفتوح مش مقفول، عشان لو واقع معاك سمك ما يفرغش. لو السن مقفول وبتشتغل ومعاك سمك كبير، السمك هيفرغ منك مش هيطلع لو ما فتحتش السن. تاني حاجة، بعد السن ب10 سنتي بتحط حتة رصاصة قشر وبتطبعها بسنانك. وطبعا احنا بالرمل زي ما قلت لكم قبل كده ب 18، والخيط اللي بيبقى على المكنة بيبقى 30. وطبعا الفلة لها عامل كبير جدا. وزنة الفلة في المية لها عامل كبير جدا دلوقتي. والعود طبعا بيبقى عود خفيف ورقع على دراعك كده عشان تعرف تشتغل بيه. طيب دلوقتي انا طالع اصطاد اهوت، وفي ناس بتكلمني تقول لي انا طلعنا وجربنا، والدور اللي احنا فيه، الدور اللي احنا فيه مش شغال، او ما جبناش حاجه. مفيش حاجه اسمها الدور مش شغال. انت مش عارف تشغل الدور، او المكان اللي انت فيه خبط ورزق. غير اي حوش في البحر هنا فيها سمك بتختلف. ممكن دور تلاقي فيه سمك كبير، ودور تلاقي فيه سمك صغير. والسمكه ما بتقفش في دور. يعني ما تقولش ان انا اصطدت في الدور ده فانا هاجي تاني يوم ولا الاسبوع اللي جاي، او انا مثلا بصطاد يومين في الاسبوع، فانت هتيجي الاسبوع اللي بعده هتاخد من نفس الدور سمك. السمكه بتسرح، تسيب الحوشه دي وتغير على الحوشه اللي بعدها. ما بتنهاش فيكس في مكانها، هي مش مزرعه. انت لازم تشغل دماغك. الحوشه دي ما كلتش معاك، غير على دور تاني بحوشه تاني. انا هقلب لك التليفون اهو وهوريك الحوش اللي تشتغل عليها. تمام؟ يلا. انا قلت لكم التليفون اهو. شايفون بقى الحوشه اللي هي هنا اهي، هنا زي زومت لك عليها اهي. شايف الحوشه اللي في الميه دي؟ الحوش دي تشتغل عليها. مش تبقى حوشه واحد رامي شجره يعني مثلا زي كده اهوت، والاقيك انت بترمي لي. هتجيب انت بترمي فين يا ماما؟ كل ده هيشبك منك ومش هتاخد حاجه. انت بتاخد حوشه بعيد عن الشط ب5-6 متر زي كده، وبترمي عليها من جوه. يعني قبلها ب5-6 متر، وارمي وابتدي اسرح في الليت اسرح في الليت. تيجي عند الحوشه هنا وتسند الخيط بايدك سنه. ما تسيبش بقى الخيط خالص تنه ماشي المايه بتجري. انت اسند بايدك سنه، يعني حمل على الخيط سنه بايدك كده، بحيث ان انت ايه تهدي الفله انها تمشي. وتسرح من جنب الفله، من جنب الحوشه كده. هي السمكه تقف في الحوشه هتاخد منك. دي حاجه ايديها اخترت حوشه. ما تجيش مثلا اهو سرحت مشيت. شايف اللي هناك ده؟ ما ترميش يعني حاجه زي كده من قدامها من جوه. ما تخليش في نصها وتاخد. طيب حوشه غطسانه، لو زومت لك شويه اهو هتلاقيه ده هو كيسه، دي تحت منه حوشه وغطسانه شويه والميه زايده. خد السمكه اللي على وش الحوشه من فوق، قصر واشتغل على وش الحوشه من فوق. يعني انت مثلا الطعميه بتاعتك او الريمه بتاعتك هتبقى ماشيه على وش الحوشه من فوق. تمام. طيب دلوقتي عرفت انت اهو تسرح الدور ازاي، او تعرف الحوشه بتاعتك فين وتشتغل ازاي.
طيب في ملحوظة تانية لازم تعرفها. الجو لما يبقى هوا كده السمك يعني الصيد ما بيبقاش حلو، وبالذات لما بتشتغل بالريمة. مية خاسة زايدة ما برضو بتبقى وحشة مش حلو. طيب في حاجة تانية وانت بتصطاد برضو، تقول انا ما جبتش، ما تبقاش قاعد على المية وخلاص، لازم تبقى قاعد على المية. هي تعرف ايه اللي فيها. يعني انت قاعد على المية دلوقتي والمية بتزيد الصبح بتاع يجي 25 سنتي وتنزل اخر النهار او العكس. المية بتزيد وتنزل، السمكة هتبقى وحشة وممنعة معاك ومش هتجيب سمك. السمكة زي المية زايدة او المية ثابتة، بس تكون يعني زايدة او خاسة بس المية ثابتة، يعني رابطة عند حد معين كده، هتاخد سمك. خد الحاجات ديت وصدقني دي يعني حطها في ذهنك كده، عشان دي اللي هتخليك ان شاء الله تاخد سمك. ما تنكش تتفرج وخلاص وتقول لي الطعم ايه والمكان فين والكلام ده كله. اهم من المكان واهم من الطعم انك تعرف الحاجات دي، ما تبقاش قاعد على الميه وخلاص. الميه بتزيد تحت منك وانت على الله حكايتك. ف... انا هبتدي بقى الفيديو كده، انزل لكم شويه سمك ان شاء الله، عشان انا لوحدي، واللي هطلعه هصوره لكم. نظبط بقى التليفون. هذا يا جماعة لو تاخد بالك تلاقي السمكة محمرة، هي ديلها بيحمر اهو. ده بقى بلطي المرام، يعني نقول عليه بلطي المرام اهو. زي ما قلت لك في الاول كده، انت داخل على موسم بلطي المرام. مفيش حاجة يا جماعة اسمها موسم، طول السنة موسم. بس انت تشتغل على السمكة ازاي وفين وبايه، زي ما انا قلت لك كده. لازم الحاجات دي لازم تعرفها عشان تعرف تطلع سمك. مفيش حاجة اسمها ده موسم الصيف ده موسم الشتاء. القصة كلها زي ما قلت لك ان الناس بتيجي في الواد نزل المية. الناس بتيجي في يا لهوي اقف بقى. انت عايز تنزل المية خالص؟ ادي العود. الناس بتيجي في الصيف من اول شهر 8 كده كل السمك بياكل، فهو بيقول لك ده موسم. لكن البلطي زي ما قلت لك، البلطي انواع، في كذا نوع بلطي وليه مواسم للاكل بتاعته. يلا بقى نسلك عشان اقعد انزل الميه. اهو السمك اهو يا جماعه. لما بيبقى الجو هوا كده بتبقى الميه خاسه، الميه زايده بتبقى مش حلوه. بس اهو السمك اهوت. برضه قلت اصور لكم كذا حته كده مع الفيديو. ليك استفسار في اي حاجه اكتبها لنا في الكومنتات. يلا نهاركم ابيض، رمضان كريم. ادي يا جماعه السمك اهو. بس السمكه النهارده رفيعه، يعني مفيش سمك كبير زي كل مره. ليك يعني حط، عايزنا شرح، عايز سمك يعني قول لي. عايز شرح كتير ماشي، عايز سمك انزل لكم سمك. انا نزلت سمك كتير، بس شايف الناس تقول لك يعني اشرح لنا احسن، فانا هشرح زي الشرح اللي انا عملتهم لك في الاول دول. مش هتفضل طول عمرك تتفرج، يعني لازم تعرف الحاجات التكات الصغيرة بتاع الصيد دي عشان تجيب سمك. خلاص يا جماعة، بارك الله فيما رزق. وانا السمك اللي انا عرفت اصوره لكم في حتتين معرفش اصورهم، واللي انا صورتهم دولت نزلتهم لكم اهوت. وبارك الله فيما رزق على كده. وهنختم الفيديو النهارده. الجو هوا والسمكة برضه ممنعة زي ما قلت لك، او مش ممنعة، هو الجو هوا ومش عارفين نسرح الفيلا برضه. فاشوفكم الفيديو الجاي، وكل سنة وانتم طيبين. يلا سلام عليكم.